والنهاردة هنخش على شابتر 3، اخر شابتر معانا في المنهج، لابلاس ترانسفورم. عشان تفهم مسائل لابلاس بتتحل ازاي، في قوانين كده محتاجين نعرفها ونحفظها عشان تبقى معانا. اول حاجة لما يجيلي اي رقم كونستانت 1 او 10 او اي رقم، لو جالي مثلا 5، لو جالي 5 فانا عايز اعمله لابلاس ترانسفورم. يبقى على طول الرقم الكونستانت بيبقى الرقم على اس، يعني دي هتبقى 5 على اس. ده اللابلاس بتاعها، لابلاس الفايف بفايف على اس. طب لو جالي تي باور نمبر، لو جالي حرف التي باور نمبر، بعمل الرقم لو جالي مثلا تي باور 6، عايز اللابلاس بتاعه. فانا بعمل ايه؟ باخد الرقم اللي فوق فاكتوريال، باخد فاكتوريال 6 اوفر اس باور الرقم اللي طلع لي باور بزود عليه 1. لا ايه، ان اس باور ان بلس 1، يعني يبقى معايا اس باور 7. ولو جالي اي اكسبوننشال باور رقم كونستانت في التي، اي رقم في التي، فانا بقول 1 اوفر الاس ماينس الرقم الكونستانت اللي جالي. لو كان جايلي اي باور نيجاتيف 5 تي، يبقى اس ماينس اس ماينس نيجاتيف 5، يبقى اس بلس 5، يبقى 1 على اس بلس 5. ده اللابلاس بتاع دي. طب لو جالي ساين او جالي كوساين، لو جالي ساين رقم كونستانت في التي، باخد فوق الرقم الكونستانت اللي جالي. لو جالي مثلا ساين ال 5 تي، هو عايز لابلاس دي، فدي هتساوي، هو جالي ساين، فانا باخد الرقم الكونستانت فوق اوفر الاس باور 2 بلس الرقم الكونستانت باور 2، 5 باور 2. كده انت بتحولها ايه؟ لابلاس. لو جالك كوساين، مثلا لو قلنا ان دي هتبقى كوساين 5، لو جالك كوساين 5 تي، اللابلاس بتاعها ايه؟ بتحط اس فوق وتحت اس باور 2 بلس 5 باور 2 دي اس. طب جميل. لو جالي كوساين، تبقى نفس فكرة الكوزاين بس تحت بيبقى بالنيجاتيف، والشاين نفس الحوار، نفس فكرة الساين بس تحت بيبقى نيجاتيف، بيبقى ماينس مش بلس. لو جالي بقى رقم كونستانت في لابلاس، يعني مثلا جايب لي مثلا، قال لي انا عايز 5 في تي، انا جاي رقم في كونستانت، اللابلاس بتاعها ازاي؟ الفايف بتطلع بره وبعمل لابلاس للتي بس. فانا التي كان بيقول لك ايه؟ في التي بيبقى تحط الان فاكتوريال تحت اس ان بلس 1، يعني معايا يبقى معاك 5 في 1 فاكتوريال على اس باور 2. لو جه بقى وقال لي الاكسبوننشال مضروبة في اي حاجة تانية، لو جاب لي مثلا اكسبوننشال باور مثلا 5 تي مضروبة في ساين 6 تي مثلا، فانا بعمل ايه؟ انا بسيب الاكسبوننشال زي ما هو واجيب لابلاس بتاعت دي. لابلاس بتاعت الساين كانت ايه؟ بحط فوق الرقم اللي جوه تحت اس باور 2 بلس الرقم اللي جوه باور 2، يعني هيبقى عندي 6 على اس باور 2 بلس 6 باور 2. حلو. فمعايا اي باور 5 تي بره. دلوقتي انا عايز برضو افك الاي باور 5 تي، بفك الاول اللي جنب الاكسبوننشال، بعد كده باجي بعمل ايه؟ باخد الاس، يعني الاس دي هقول ان الاس هتساوي ده الاس ماينس الاي، اس ماينس الاي اللي هو الباور بتاع ده، يعني اس ماينس الفايف. يعني هشيل الاس دي كلها كده، بقى بتساوي 6 اوفر اس ماينس الفايف باور 2 بلس ال6 باور 2. نبدأ نحل مسائل ونشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي. انا جايب لي مسألة بيقول لي لابلاس 2 بلس 3 تي باور 4 ماينس 5 اي باور 6 تي بلس 7 كوساين ال 8 تي. اول حاجة بعملها
انا لو جالي ارقام بلس يعني 2 بلس 3 ماينس، لو جالي بلس او ماينس عادي بقول لابلاس ده زائد لابلاس ده. فانا ممكن اقول لابلاس ال2 زائد لابلاس ال3 تي باور ال4 ناقص لابلاس ال5 في اي باور 6 زائد لابلاس لل7 كوساين ال8 تي. هبدأ امسك كل جزء لوحده واعمله لابلاس. احنا قلنا لابلاس لأي رقم كونستانت بس باخد الرقم فوق اوفر الاس، كده خلصت. زائد لابلاس ال 3 تي باور 4 اي رقم كونستانت، لو الرقم كونستانت مضروب في حاجه في التي اي او اي حاجه تانية، الرقم الكونستانت بيطلع بره بينزل زي ما هو. والتي باور 4 احنا قلنا لابلاس بتاع تي باور 4 بيبقى ايه؟ باخد الرقم الباور ده بحطه فوق بعمل له فاكتوريال اوفر، بحط تحت اس باور الرقم ده زائد واحد، يعني باور 4 بلس 1 تبقى باور ال5 ماينس، كده خلصت. لابلاس لل5 اي باور 6 احنا قلنا الرقم الكونستانت زي ما هو، فيبقى معايا هنا 5. الاي باور 6 احنا قلنا فكت لما يجيلي اكسبوننشال باور رقم مضروب في التي، فكتها بيبقى عاملة ازاي؟ فوق بحط 1 اوفر الاس ماينس 6، فوق بحط 1 تحت الاس ناقص الرقم اللي جالي فوق، ودي كده خلصت. بلس هعمل لابلاس للجزء ده، الرقم الكونستانت يعني زي ما هو، يبقى معايا 7 كوزاين ال 80. احنا قلنا في الكوزاين طالما جالك كوزاين يبقى هتحط فوق اس وتحت اس باور 2 بلس ال 8 باور 2 بلس الرقم اللي جوه باور 2 بس. ودي اجابتك، انت كده جبت اللابلاس بتاعك، عملت لابلاس ترانسفورم. اهم حاجه القوانين دي انت تكون عارف كل حاجه بتتغير لما تعمل لها لابلاس بتغيرها لايه. يعني لابلاس التي باور ان بيبقى ان الفاكتوريال على اس باور ان بلس 1. القوانين دي لازم تبقى محفوظه عشان تعرف تحل المسائل. نخش على المساله اللي بعديها. هنا بيقول لك ده هات لي لابلاس ترانسفورم الاي باور 3 تي مضروبه في شاين ال 5 تي. احنا قلنا كان في عندنا قانون بيقول لك لما بتلاقي الاكسبوننشال مضروب في اي حاجه تانية اهو، لو الاكسبوننشال مضروب في اي حاجه تانية بتعمل ايه؟ بتجيب اللابلاس ترانسفورم بتاع الحاجه التانية وتعوض مكان الاس باس ماينس ايه. طب تعالوا نشوف. عندنا اهو، انا اول حاجه عند الاكسبوننشال هجيب لابلاس ترانسفورم للشاين 5 تي، للشاين 5 تي. اللابلاس ترانسفورم بتاعها كان ايه؟ بحط فوق الرقم اللي جوه 5 اوفر اس باور 2 ماينس، مش بلس، الساين كنت بتحط بلس، في الشاين بحط ماينس، وباور الرقم اللي جوه اللي هو 25 باور ال5، باور ال5 باور 2 بتحط على باور 2 بتبقى ايه 25. فانا كده فاضل عندي ايه؟ ان لابلاس للاي باور 3 تي مضروبة في ال5 اوفر اس باور 2 ماينس 25. دلوقتي انا عشان اعمل دي لابلاس ترانسفورم احنا قلنا خلاص بنعمل الاولى بلاس ترانسفورم والتانية باخد الرقم الاكسبوننشال 3 ده وبقول هنا كده ان الاس هتبقى اس ماينس الاي اللي هو اللي بيبقى اللي مضروب في التين اللي هو 3 اس ماينس 3، فدي هتكون بتساوي 5 اوفر اس ماينس 3 باور 2 عشان الاس هنا كانت باور 2 ماينس ال 25. كده المسألة معاك خلصت. نروح للمسألة بعدها.
بيقولك لابلاس للتي في ساين الستة تي. كان عندي في قانون تاني برضو هنا اهو، بيقولك لو انت عندك التي باور الرقم مضروبة في اي حاجة تانية، بتروح تعمل الحاجة التانية تجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها، بعد كده تضربها في نيجاتيف 1 باور الان. يعني شوف انت تي باور لو كانت تي باور 2 فتعمل نيجاتيف 1 باور 2 مضروبة في الديريفاتيف بتاع الرقم التاني اللي انت جبت له لابلاس. طب تعالى نعملها. اول حاجة عندي تي في ساين ستة تي، فهجيب لابلاس بتاع ساين 6 تي الاول. ساين 6 اللابلاس بتاعها كان ايه؟ كان بحط السكس فوق اوفر اس باور 2 دي ساين، هتبقى بلس 6 باور 2 36. كده بقى معايا هنا لابلاس للتي في 6 اوفر اس باور 2 بلس 36. قلنا بنعمل ايه؟ بضرب ده في نيجاتيف 1 باور ال n عندي هنا التي هنا باور واحد، باور واحد فايه فتطلع زي كده زي ما هي مضروبة في الديريفاتيف بالنسبة للدي اس. هعمل ديريفاتيف بالنسبة للدي اس، ديريفاتيف ده 6 over s باور 2 plus 36. بس فانا دلوقتي كنت ازاي بعمل ديريفاتيف؟ لو انتوا فاكرين في الديريفاتيف لما مثلا كان بيجيلي ان انا مطلوب مني اعمل ديريفاتيف مثلا لرقم حاجة على حاجة، كنت اول حاجة كنت بعمل ايه؟ كنت باخد اللي تحت اعمل له باور 2 واطلع فوق، كنت باخد اللي تحت زي ما هو اضربه في الديريفاتيف اللي فوق ناقص اللي فوق باخده زي ما هو واخد ديريفاتيف اللي تحت. فهنا انا اول حاجة هنزل النيجاتيف، نيجاتيف 1 اضربها جوه فيبقى معايا نيجاتيف هنا، وهنعمل زي ما قلنا تحت هعمل لها كلها باور 2 اس باور 2 بلس 36 اس باور 2 بلس 36، وفوق هيبقى معايا اللي تحت اس باور 2 بلس 36 في الديريفاتيف اللي فوق، الديريفاتيف اللي فوق بزيرو فدي كلها تبقى بزيرو معايا، فدي كلها بزيرو ناقص اللي فوق زي ما هو اللي هو 6 في الديريفاتيف اللي تحت. الديريفاتيف اللي تحت هيبقى 2 اس، يعني هتبقى مضروبة في 2 اس بلس الزيرو، يعني دي هتبقى معايا ب 12 اس. بس ودي الفاينل انسر بتاعتي. نخش على الجزء اللي بعديه. هنا بيقول لك لابلاس تي باور 10 في اي باور 40. انت عندك هنا بقى انت بتختار بقى هتمشي على حسب انهي قانون من القانونين دول. اما هتمشي على اساس ده انك معاك كده هتسيب الاي وتعمل التانية لابلاس، او عندك انك هتسيب التي وتعمل التانية لابلاس. الافضل انك تسيب الاي وتعمل التانية لابلاس عشان تبعد عن حوار الديريفاتيف والخطوة الطويلة دي. فاحنا هنا انا هسيب الاي واعمل للتي لابلاس الاول، فلابلاس للتي باور 10 كان بيديني ايه؟ باخد الباور ده اعمل له فوق فاكتوريال اوفر الاس باور 10 باور الان زائد واحد هتبقى باور 11. ده الان بتاعي. بس يبقى معايا ان انا اعمل لابلاس للاي باور 4 تي في 10 فاكتوريال على اس باور 11. اللي احنا قلنا لما يكون كده تبقى الاس عندنا بتتحول ل اس ناقص الاي اللي هو الرقم الباور اللي فوق اللي مضروب في التي اللي هو 4. فدي في الاخر دي اديني ان 10 فاكتوريال اوفر الاس اشيلها واحط اس ماينس 4 فيبقى معاك اس ماينس 4 كلها باور 11. بس مسألة كده خلصت. نخش بقى في المسألة اللي بعدها. هنا جايب لك 3 ارقام في بعض. احنا عادي هنشتغل هناخد 2 مع بعض نشغل باللابلاس ترانسفورم وبعد كده نعملها في التالتة. طب الاول انا هاخد ايه مع بعضه؟
اي اتنين، مثلا هناخد التي والساين 6 الاول. لابلاس لتي ساين 6t. احنا قلنا لما يكون عندي تي في اي حاجة تانية بعمل لابلاس دي الاول، فمعايا لابلاس لساين 6t هيديني ايه؟ في الساين كنت باخد الرقم اللي جوه بحطه فوق 6 اوفر، بعمل الاس باور 2 بلس ال6 او الرقم اللي جوه باور 2 اللي هو يبقى 36 وبس. باخد بقى الجزء ده بعمل لابلاس للتي مضروبة في 6 على اس باور 2 بلس 36. فاحنا قلنا بنعمل ايه هنا بقى اهو، هضرب بنيجاتيف 1 واعمل ديريفاتيف اللي جوه. انا عندي تي باور 1 هيبقى معايا ده بيساوي نيجاتيف 1 باور 1، فهتسيبها زي ما هي. الديريفاتيف لده بقى زي ما قلنا اللي تحت بعمل له كله باور 2 باور 2 بلس 36، وباخد اللي تحت في الديريفاتيف اللي فوق. الديريفاتيف اللي فوق هيبقى بزيرو، فمعاك هنا زيرو ناقص اللي فوق في الديريفاتيف اللي تحت، فمعاك 6 مضروبة في ايه؟ في 2 اس بلس الزيرو. هيبقى فوق معاك 12 اس اوفر اس باور 2 بلس 36 باور 2. دلوقتي انت بقى معاك اللابلاس ترانسفورم بتاع الجزء ده. دلوقتي بقى معاك لابلاس للإي باور 2t عشان دي اللي فاضلة مضروبة في 12 اس اوفر اس باور 2 بلس 36 كلها باور 2. انت بقى كان عندك لما الإي مضروبة في الحاجة التانية تعمل حاجة تانية لابلاس، احنا عملنا لهم لابلاس اهو. فالإي دي معاك بقى تبقى الاس هنحط مكانها ايه زي ما قلنا اس ماينس الاي اللي هو الرقم الباور ده في اس ماينس 2، فهشيل كل اس واحط مكانها اس ماينس 2، فده هيساوي 12 اس ماينس 2 عشان مش فيها مش دي اس، عشان احط اس ماينس 2 اوفر الاس باور 2 دي معاك اس ماينس 2 باور 2 بلس 36 all of it باور 2 بس. ودي الفاينل انسر معاك. المسألة دي بتقولي لابلاس لساين التي ساين باور 2 تي. دي هحلها ازاي؟ احنا كان عندنا فك للتريجونومتريك لما بيكون ساين باور 2. انت عندك ساين باور 2 في اي حاجة بيبقى واحد ماينس الكوساين 2 في الحاجة اللي جوه على التو، والكوساين يبقى كوساين باور 2 بيبقى 1 بلس كوساين 2a على التو، او التو اللي موجود مضروب في جوه على التو. فلو جيت هنا دي للساين فاجي افك دي هيبقى معايا 1 ماينس كوساين 2t اوفر التو زي ما كنا اهو. عندك الساين بار 2 حط 1 ماينس الكوساين 2 في الحاجة اللي جوه اللي هي 2t اوفر التو. كده انا فكيت دي. لو جيت قسمت ال2 دي هيبقى معاك لابلاس 1 على 2 ناقص كوساين 2t اوفر التو. طب حلو، يبقى انا ممكن اعمل لابلاس ده لوحده ولابلاس ده لوحده، فده بيساوي لابلاس للهاف ماينس لابلاس لكوساين 2t اوفر التو. حلو، احنا قلنا لما يكون معايا رقم هنا كونستنت انا هعمل ايه؟ بطلع الرقم الكونست ده بره، فهيبقى معاك هاف في لابلاس ال1. احنا قلنا لابلاس ال1 كان بيبقى ايه؟ بيبقى 1 على اس، فدي هتبقى 1 على 2 مضروبة في ايه 1 على اس ماينس لابلاس الكوساين 2t على هاف. لو خدنا الهاف ده قلنا رقم كونستنت فهيطلع بره زي ما هو هاف، وهعمل لابلاس لكوساين ال2t. لابلاس لكوساين
التوتي لابلاس الكوساين كان بيقولك ايه؟ بيبقى فوق هنا اس اوفر اس باور 2 بلس الرقم اللي جوه باور 2 اللي هو تبقى هنا 4. فهنا الفاينل انسر بتاعتك هيبقى معاك 1 اوفر 2 اس minus 5 over 2 s باور 2 plus ال 8. ودي الفاينل انسر بتاعتي. المسألة دي زي اللي فاتت، بس الفرق ان دي كوساين باور 2 3t. زي ما قلنا هنفك دي عشان انا ما عنديش لابلاس لكوساين باور 2، فنفك الكوساين باور 2 هيبقى معاك لابلاس ل 1. دي بقى كوساين هتبقى بلس، الساين بتبقى ماينس والكوساين تبقى بلس، يبقى 1 بلس كوساين تضرب اللي جوه في 2 يبقى معاك 6t over 2. حلو. هقسم اللي فوق يبقى معاك لابلاس 1 على هاف زائد لابلاس ليه سوري لابلاس هاف زائد لابلاس كوزين 6t over 2. ست عملت ايه over 2. لابلاس لهاف هيبقى 1 على 2s بلس الهاف هيطلع برا كونستانت هيطلع زي ما هو، فمعاك كوزين 6t. احنا قلنا في الكوزين زي المرة اللي فاتت هيبقى فوق s over تحت s باور 2 بلس 6 باور 2 زي 36. بس المسألة كده تكون خلصت معايا. المسألة دي بتقولي ايه؟ معايا لابلاس لساين 2t بلس 3. طب انا معايا دي 2t بلس 3، لا انا اللي كنت اعرفه اللابلاس ليها ساين رقم مضروب في التي بس. طب دي ممكن تتفك بطريقة تريجونومتري برضو. طب تتفك ازاي؟ اول حاجة دي عشان افكها بقول الرقم اللي بيجي لي هنا بكتبها هو الاول ساين لل 2t، باخد اول رقم بس في كوزين باخد بقى الرقم التاني 3. تمام. بقول بلس كوزين بقى واخد الرقم الاولاني اللي هو 2t في ساين واخد الرقم التاني اللي هو 3. كده فكتها. طب حلو. انا ممكن اقسمها نصين وعن تاني حاجة دي رقم كونستانت وده رقم كونستانت فاخرجه برا زي ما هو، فيبقى معايا هنا كوزين 3 في لابلاس ساين 2t بلس اخرج ساين دي بقى برا الكونستانت، معاك برا لابلاس ساين 3 في لابلاس كوزين 2t. يبقى انا دي فكيتها ازاي؟ ان انا باخد على حسب انا ساين باخد ساين 2t لوحدها بضربها في كوزين 3 زائد باخد كوزين اول رقم بضربه في ساين تاني رقم بس. وهنا طلعت الثابت برا اللي هو كوزين 3 وساين 3 وقسمت اللابلاس ساين 2t بلس لابلاس كوزين 2t بس. فاحنا اسمت اللابلاس للساين، الساين بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجة كوزين 3 هينزل زي ما هو مضروب في ساين 2t. دي فكتها بيبقى ايه؟ هنا دي ساين فالساين كان بيبقى فوق الرقم اللي جوه 2 over s باور 2 بلس الرقم ده باور 2 اللي هو 4 زائد ساين كونستانت زي ما هي ساين 3 مضروبة في لابلاس كوساين 2t. لابلاس الكوساين كان بيبقى فوق s وتحت s باور 2 بلس الرقم ده باور 2 اللي هو 4 بس. وهي دي جبت المسألة معايا.